متابعين الأعزاء، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل كيكة لذيذة وسهلة وطرية. هي ميكس ما بين الجاتو والكيك. مكوناتها بسيطة جدا. انا كان معايا ربع كوباية مية ونص كوباية سكر. نزلت عليهم كده بالهاند بلندر، وطبعا لازم يتمزجوا كويس جدا بحيث ان حبيبات السكر ما تبانش معايا. وكمان نزلت ربع كوباية زيت مع ورقة فانيليا. طبعا النهاردة الكيكة من غير بيض خالص. معايا كوباية وربع دقيق، ممكن اخد كوباية ممكن اخد اكتر حسب ما الاقي قوام الكيكة معايا المطلوبة. انا حطيت كوباية، بدأت اقلب مع كيس بيكنج باودر. طبعا محتاجة تاني، فبدأت اخد من ربع الكوباية التاني، وطبعا امزجهم كويس جدا على اساس ان ما يبقاش فيه معايا بواقي دقيق ولا حاجة مكلكعة. وده تقريبا 4 معالق مية مغلية. طبعا هدوب فيهم معلقتين نسكافيه، بتبقى جميلة جدا الكيكة مع النسكافيه، بتديها طعم جميل. ده النسكافيه معايا، هقلب كويس جدا في المية المغلية بحيث ان انا ادوبهم، ما تبقاش باقي يعني حاجات كده من نسكافيه، الحبيبات اللي هي ما تبقاش يعني لسه باقيه معايا. دوبتها كويس جدا ونزلت بيهم فوق الخليط بالشكل ده. وطبعا هقلب برضو بحيث يتمزجوا كويس جدا معايا. وطبعا دي معلقه كاكاو خام اللي هو الغامق، نزلت بيهم في صينيه مدهونه سمنه ومتبطنه بالدقيق، ودخلوا الفرن على درجة حرارة 170 درجة على الشبكة. وده الصوص اللي انا هسقي بيه الجاتو او التورتة بعد ما تخرج. طبعا ربع كوباية مية، ربع كوباية لبن، ودول 4 معالق تقريبا لبن بودر. طبعا هقلبهم كويس جدا مع بعض. اللبن البودر معايا عشان يديني قوام ويديني طعم في الصوص. طبعا ده كاكاو خام برضو عشان اخد طعم الشوكولاتة. وهنا معايا نسكافيه برضو، كلهم مع بعض كده، معلقة كاكاو مع معلقة نسكافيه بالشكل ده. وطبعا هنزل عليهم بالهاند بلندر او ممكن في الخلاط عادي. وطبعا هقلبهم كويس يتمزجوا، وهسقي بيهم الكيكة بعد ما خرجت من الفرن بالشكل ده. وطبعا لما يعني كده اتركهم نص ساعة هتبدأ الصوص يمسك معايا. وطبعا وصلوا معايا للكثافة دي بالشكل ده. طبعا كده انا اخدت خليط ما بين الجاتو ما بين الكيكة، طعمها جميلة وخفيفة ومن غير بيض طبعا، يعني برضو اقتصادية. وبالهنا والشفا، اللي يجرب ألف هنا وشفا، ياريت تجربوها بجد هتعجبكم. هي مش مكلفة أبدا، كل المكونات عندي موجودة في البيت. طعمها جميل جدا بأمانة، وسريعة وسهلة